بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على من غسله دمه والتراب كافور ونسج الريح أكفانه والقنع الخطي نعشه وفي قلب من والاه قبره. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ليتنا مولاي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما زلت بالدمع الغزير المسجم طول المدى أبكي لغربة مسلمين ومن الأسى وفي القلب جمر محرق لا ينطفي بمدامع يضرمي. هو والشجا والدمع كل عابث بي وكل لم ترحمي. ومحنة مسلم قد قوضت في ركب أفراحي وشيدت مأتمي مذ حل في أرض العراق ممثلا ريحانة الهادي النبي الأعظم.
أنسه بين الأزقة حائرا ومصمما، لم أنسه بين الأزقة حائرا يمشي بقلب بالنوائب مفعمي، غدروا به والغدر كان سجية عرفوا بها منذ الزمان الأقدم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. وها نحن نزف كوكبة أخرى من شهداء الإباء، من شهداء أنصار الإمام الحسين، من شهداء البذل والتضحية في طريق الإمام الحسين عليه السلام. وها نحن كما أشرت لكم في بداية أول مجلس هذه العشرة المباركة أن هذه السنة تختلف عن سابقيها من السنوات الماضية، فلنعد العدة نعم من أجل التضحية والبذل لإمامنا الحسين عليه السلام. فلنرفع أصواتنا بالنداء والتلبية: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. وها نحن من هذه الليلة وفي كل ليلة نعاهد إمامنا الحسين بأن لا ننساك أبا عبد الله. كما قلت إن الدعي ابن الدعي ركز بين اثنتين، بين الذلة والذلة، فهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. الجميع يشارك بصوت عالي: هيهات منا الذلة. وها نحن بمثل هذه الأيام نختبر في طريق إمامنا الحسين. أليس نقول على منابر الإمام الحسين: يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما، فيا ليتنا أبا عبد الله نضحي بما نملك فداء لك أبا عبد الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، ارفع يدك: لبيك
في هذه الأيام بأن يختبر مع الإمام الحسين، بأن تكون تلك العقيدة عقيدة راسخة مع إمامنا الحسين. إذا ما أردت النجاة نعم فلتحضر مجالس الحسين، إذا ما أردت أن تركب في سفينة أبي عبد الله الحسين فلتصرخ عاليا لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. فينبغي على كل أب وكل أم أن تحث، نعم أن يحث الأب ابنه بالحضور بالذات في هذه الأيام حتى نغيظ الأعداء، حتى ترتفع أصواتنا بالتلبيات للإمام الحسين ونغيظ الأعداء ونقف صفا واحدا وتجمعنا كلمة يا حسين. لأن عندنا سلاح أقوى منكم، عندنا إمامنا الحسين. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. فلا نقول هذا اليوم أننا حزينين على هؤلاء الشهداء، كلا وألف كلا، بل نقول نحن فرحين بأن نزف كوكبة من شهداء الطف، نعم من الذين سالت دماءهم على تلك الأرض فطهرت تلك الدماء الزاكية تلك الأرض عندما نادت بصوت واحد لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. أجارنا الله وإياكم في مصيبتنا بمسلم بن عقيل. أول مصيبة على إمامنا الحسين بعدما بعثوا أهل الكوفة برسائل للإمام الحسين بأن يأتي إمامنا إليهم لكي يبايعوه، وإذا أبعث إليهم سفيره مسلم بن عقيل، إلى أن وصل مسلم إلى الكوفة. يقول المؤرخون بأن الكوفة بايعوا مسلم ما يقارب 30,000 رجلا، قد نعم بايعوا مسلم بن عقيل، ولكن بأبيه وأمي عندما أنهى صلاته يلتفتوا يمنة ويسرى لا يجدوا أحدا يدله على الطريق. أجاركم الله إلى أن أتى في تلك السكك الضيقة سكك الكوفة، حيث أن العلماء وبعض المؤرخين
يقولون أن غربة مسلم أشد من غربة إمامنا الحسين، فإنا مسلم هائما في تلك السكك الضيقة إلى أن وصل إلى باب دار تلك المرأة. جلس على عتبة تلك الدار، دار طوعة، وما أدراك ما طوعة. تلك المرأة المؤمنة خرجت فوجدت مسلما على باب دارها، قالت له: ما حاجتك أخي العرب؟ قال: أمة الله، إن كان ولا بد فشربة من ماء. أتت له بماء شرب منه، ثم دخلت تلك المرأة في دارها. خرجت مرة أخرى أجاركم الله، وجدت مسلما جالسا على عتبة دارها. قالت له: أخا العرب، لا أجيز لك الجلوس أمام داري. لم يجبها، لم يكلمها. أجاركم الله. نعم. قالت له مرة أخرى: لا أجيز لك الجلوس أمام داري. أجاركم الله. وإذ يلتفت مسلم بن عقيل قائلا لها: أمة الله، ألك أن تضيفيني هذه الليلة وأنا مجازيك يوم القيامة وأكون لك شفيعا. استوقفت هذه الكلمة المرأة الجليلة، قالت: من أنت حتى تجازيني يوم القيامة؟ قال لها: أمة الله، إني ابن الإمام الحسين، إني ابن عم الإمام الحسين. أجاركم الله، أنا مسلم بن عقيل. رحبت به فقالت له على الرحب والسعة. أدخلته في دارها. أجاركم الله، قدمت له طعاما وشرابا، ولكن لم يلتفت إلى الطعام والشراب، وكان كل وقته قائما راكعا ساجدا تاليا لكتاب الله عز وجل، إلى أن جاء الابن الخبيث. أحس في دارهم، سمع صوتا يتلو القرآن، علم أن مسلم في دارهم. توجه اللعين إلى قصر عبيد الله بن زياد. أجاركم الله. قال لعبيد الله بن زياد: ابن زياد، أيها الأمير، أين الجائزة؟ قال: ما الخبر؟ قال: إن مسلم بن عقيل في دارنا. أجاركم الله. وإذا بعبيد الله بن زياد يبعث محمد بن الأشعث قائدا لجيشه إلى أن وصلوا إلى دار طوعاء. نعم. سمع مسلم حوافر الخيول، لبس لامته، ثم تقلد سيفه. أجاركم الله. ثم خرج إلى صحن الدار، وإذا بالأعداء يرمون النار في وسط صحن الدار. خرج مسلم من الدار خشية أن يحرقوا تلك الدار بالنيران. أجاركم الله. التحم مسلم مع الجيش، قتل مقتلة عظيمة، كما يروي المؤرخون أنه قتل 41 رجلا،
وإذا بمحمد ابن الأشعث يرسل إلى عبيد الله بن زياد أن مدني بالسيف والسلاح والرجال، وإذا بالجواب يأتيه من عبيد الله بن زياد: ويحك، أرجل واحد يصنع بكم هكذا؟ فكيف إذا أرسلتكم إلى من هو أشجع منه، يعني إمامنا الحسين عليه السلام؟ جاءه الجواب من ابن الأشعث قائلا: أتراك قد بعثتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو إلى جرقان من جراقمة الحيرة؟ إنك بعثتني إلى بطل هم من ضرغام، بعثتني إلى بطل من الأبطال، عجاركم الله يا موالون. ثم بعث عبيد الله بن زياد مده بالسيف والسلاح والرجال، أجاركم الله. احتوشوا مسلم من كل جانب، هذا بسيفه وهذا بربحه. تصور يا موالي يا مؤمن، حتى النساء والأطفال من أعلى السطوح يقذفون مسلما بالحجارة والنيران. أين المنادي ومسلما؟ أجاركم الله. إلى أن أثخنوا مسلم بالجراحات، إلى أن وقع يستريح على الأرض، بينما هو كذلك كما يروي بعض المؤرخين أن جاءه عدو من خلفه، ضرب مسلم بسيفه، وقع صريعا على الأرض. ورواية أخرى تقول أنهم حفروا له حفيرة خديعة لمسلم حتى وقع مسلم فيها. أين المنادي ومصيبته؟ أجاركم الله. أثخنا مسلم بالجراحات، أخذ يخوض في دمه إلى أن وثقوه بالحبال، ثم أركبوه تلك الدابة إلى أن أوصلوه إلى قصر عبيد الله بن زياد. ما إن وصل إلى قصر عبيد الله بن زياد وإذا بأحد جلاوزة عبيد الله بن زياد التفت إلى مسلم قائلا له: لم لا تسلم على الأمير؟ قال له مسلم: ويحك، ليس عندي أمير إلا الحسين، أميري حسين. صرخة مدوية: أميري حسين، سرور فؤاد البشير، أميري حسين، سرور فؤاد البشير، حسين وحسين، حسين وحسين، أجاركم الله. ثم أخذ اللعين يشتم أمير المؤمنين وآل أمير المؤمنين إلى أن غضب مسلم. قال: يا عدو الله، امض ما أنت فيه ماضٍ. وإذا باللعين أمر جلاوزته بأن يأخذوا مسلم إلى أعلى القصر. أجاركم الله. أخذ
وأخذوا مسلما مكتفا بالحبال إلى أن صعدوا به إلى أعلى القصر. التفت مسلم للعين قائلا له أمئني لكي أصلي لربي. صلى مسلم ركعتين ثم توجه ناحية الحجاز يسلم على الحسين. كلنا مع مسلم السلام عليك أبا عبد، السلام عليك أبا عبد، أجاركم الله. بينما مسلم في توجهه وإذا بعدو الله رافعا يديه شاهرا سيفه يا الله يا رسول الله عظم الله لك الأجر. أبا عبد الله الحسين في أول مصيبة تصيبك وهي مصيبة مسلم بن عقيل، وإذا بعدو الله ضرب مسلم على هامته. أين الصارخ ومسلم؟ أين المنادي ومصيبته؟ أجاركم الله. وإذا بعدو الله لما ضرب مسلم على هامته أخذ الجسد المبارك رماه من أعلى القصر. أين المنادي وغريبا ومسلما؟ وإذا بأهل الكوفة قد تبرعوا بأمر لم يأمرهم به عبيد الله بن زياد. ما صنعوا أوثقوا مسلم مع هاني بن عروة وثقوهم بالحبال في أرجلهم حتى سحبوهم في سوق الأغنام. أين الصارخ ومصيبته؟ أجاركم الله يا موالون، أجاركم الله يا موالون. حتى وصل الخبر إلى إمامنا الحسين في منطقة تسمى بزرود. علم إمامنا الحسين بمقتل مسلم تحادرت دموعه على خده. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ائتوني ببنتي، ائتوني بحميدة. أتوا له بحميدة أجلسها في حجره أخذ يمسح على رأسها. أحست البنت بتلك المسحة بأنها مسحة يتم. أجاركم الله. التفتت إلى الحسين قائلة لا عم حسين هل أصيب أبي مكروه؟ هل قتل أبي؟ قال لها الإمام الحسين لا بني أنا أبوك وهؤلاء بنات أخواتك. وإذا بلسان حال الطفلة نعم الأب ونعم العم يا حسين. لكن محلى الهموم لو قعد في الدار، محلى الهموم لو قعد في الدار وجمع أولاد صغار وكبار. لكن يا عمي فرقة تشب وسط القلب نار. اي والله لكن يا عمي الفرقة تشب وسط القلب نار. عمي دروب
ولا عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الوجد المبرح فيها.